بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. أنا بشكركم جدا جدا أولا وأخيرا على التفاعل بتاعكم كتير اللي جاي معايا على القناة، وإن شاء الله ربنا والله يعني بدون يمينات وبدون حلفان، لو ربنا كرمني في القناة دي هيبقى ان شاء الله فيها جزء لله سبحانه وتعالى بأمر الله يعني. بس هي ربنا يشاور عليا كده وتطلع للنور، لان اللي انا شايفاه دلوقتي على السوشيال ميديا ما بيطلعش غير القنوات التافهه اللي ما بتقدمش اي محتوى، اي محتوى ولا بتناقش اي موضوع. فاحنا القناة بتاعتنا بتهدف للحياة الاجتماعية، للحياة المصرية، للحياة الأسرية. فيها حاجات بتعدي قدامنا كده، بتحصل قدامنا في المجتمع وبنناقشها مع بعض. وزي ما انتم شايفين النهاردة فيه موضوع هنخرج بقى عن المألوف وعن موضوع الإيجار القديم ومشاكله، وفي انتظار الرئيس يصدق أو ما يصدقش على القانون. احنا النهاردة انا برضو النهاردة على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي كلها بلا استثناء منزلة موضوع انا مش شايفة، انا من وجهة نظري انا موضوع ولا ليه 60 لازمة ان هو يتصدر الصحافة وتروح شركة او اللي هي، قولوا معايا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الأخبار المصرية، حاجة زي كده، تصور الموضوع وتعمل له بروباجندا من غير 60 لازمة. في حاجات عندنا تستاهل ان احنا، وفيه نماذج عندنا تستاهل ان احنا نطلع بيها للنور. الشباب تستفيد منها والبنات تستفيد منها، وكل اللي موجودين ايا كان بنات ولا ستات يستفيدوا منها. الفيديو اللي شاغل الرأي العام النهارده وشاغل الصحافة المصرية وشاغل زي ما قلت لكم مواقع التواصل الاجتماعي كلها، ألا وهي البلوجر هدير عبد الرازق. مين هي يا جماعة هدير عبد الرازق؟ ولا حاجة، بلوجر ولا ليها 60 لازمة. بلوجر اتقبض عليها في كذا حاجة مش كويسة، بتقدم محتوى خادش للحياة، قبضت عليها مباحث الآداب، ومن كتر المقاطع واللبس العرياني اللي كانت بتطلع بيه. وقبل كده نشر لها فيديو لا يقل عن دقيقتين تقريبا من فترة، ان هي ظهرت بموقع او في وضع مخل للآداب، وبعد كده طلعت قعدت تعيط وتبكي وتقول ان انا كنت متجوزه وده كان مع جوزي وجوزي اللي صور لي الفيديو، وكلام فاضي من ده. وعندها عده قضايا يا جماعه مش قادره اقول لكم عليها. دلوقتي اللي في الصوره ده بعد يعني ظهر لها النهارده فيديو ان جوزها، هم بيقولوا جوزها يعني على ما حسب ما قريت وشفت والبيانات اللي ظاهره قدامنا، ان اللي بيضربها ده في وسحلها وقلع شعرها ونازله ملط زي ما هوريلكم كده. جوزها ليه؟ لان هي بتتعاطى المخدرات، وكمان اكتشف ان هي حطاله كاميرات داخل الشقه. وادي الفيديو يا جماعه او صوره منه اهو اثناء ما كان بيضربها. دي لقطه بس من الفيديو. ده الراجل اللي في الصورة ده جوزها وهي مرمية على الأرض. ما تعرفش بقى هي عاملة الفيديو ده ترند ولا هي عاملاه ايه بالظبط، ولا ايه القصد منه. قالت ان هي بقى لها كتير مش ظاهرة على الصفحة وعلى الساحة، فقالت اما اعمل فيديو يثير الجدل ويرجعوا يتكلموا عني ويشوفوني. طبعا الفيديو دوت يا جماعة نزل على حسب ما شفنا، وكاميرات المراقبة عندها سجلت مدته دقيقتين، وتسجل الساعة 2:30 صباح الجمعة اللي هو امبارح. وبصينا لقينا قنوات كتير متكلمة عنها وبتحكي تاني في هدير عبد الرازق وموضوعها.
انا مش شايفه هدير عبد الرازق دي نموذج يحتذى به. ايه النموذج ده؟ ولا اي حاجه. واحده بتعلم البنات ازاي تقلع، واحده قلعه اصلا، واللي غيظني ومضايقني ان ابوها بيجي يدافع عنها ومأيدها وبيقول لك ان هي عندها اكتئاب. ورجع جوزها تاني قالك ان هو جه من بره لقاها مقتحمه الشقه عنده وقاعده بلبس زي ما انتوا شفتوها كده في الصوره، عشان كده تطاول عليها وضربها. فاحنا مش عارفين بقى الحقيقه فين الحته بالظبط. وهنا زوج اللي هو الزوج جوزها ده تصدر المشهد النهارده، ومحركات البحث بعد تسريب الفيديو ليه اللي هو يوثق واقعة الاعتداء عليها داخل شقة سكنية. الأمر اللي عمل جدل ما بين المتابعين. يعني عايزين نشوف، المتابعين عايزين يشوفوا ايه هو العلاقة بينهم وسط الاتهامات المتبادلة والبلاغات. يعني هي وحسب وثيقة الزواج اللي هي نشرتها، بصوا كمان هي بعتة قسيمة الجواز اهي بتاعت هي وجوزها، يعني اللي كان بيضربها ويسحلها ده جوزها. فاحنا جوزها ده بيقول لك شغال، يعني ان هو طلقها من سنه. زوج هدير عبد الرازق ان هو تزوجها رغم عمله بانها كانت سبب في انهيار جوازه الاول، يعني هي اللي سببت في فشكله جوازه الاول. وكمان من خلال مداخله تليفونيه ان هدير اقتحمت الشقه بتاعته زي ما قلت لكم وهو في شغله واثناء غيابه دخل لقاها مرتديه او لابسه ملابس مش كويسه. جوزها ده شغال ايه بقى يا جماعه؟ يشغل منصب مدير عام وكبير مهندسين بميناء القاهره الجوي حسب ما ورد في اجهزه او في وثيقه الزواج. طب انت يا عم الحاج، انت ما شاء الله عليك، انت بتقول انك انت متجوز جوازه كويسه وانت شغال مدير عام وكبير مهندسين في ميناء القاهره الجوي، انت ليه تتجوز واحده زي دي؟ عشان هي قلعه يعني؟ وانت عارف انها بتشرب مخدرات برضو، من اللي انا عرفته ان هو كان سبب جوازه منها. يعني اتجوزها رغم ان هي كانت بتشرب مخدرات. وهو يعني كان بيحاول ان هو يخليها تبطل المخدرات ومعرفش. وهي بتقول ان انا عندي اكتئاب، وبرضو نشرت لها صور تاني برضو ان هي قاعدة على السرير كده وحاطة طبق المخدرات قدامها، فعادية خالص. كل اللي انا بتكلم عنه انا ولا تشغلني هدير عبد الرازق ولا امثالها ولا اللي زيها، ولا هيكون اخر فيديو تنشره هدير عبد الرازق زي ما نشرت الفيديو الخادش للحياة قبل كده، وزي ما نشرت الفيديوهات اللي هي بتصور فيها الملابس الداخلية. وطلعت هي وابوها قالت هو فين القانون اللي بيحرم ان البنت او واحدة تعمل اعلان لملابس داخلية؟ ما يصحش طبعا. احنا ياما شفنا اعلانات بس عمرنا ما شفنا اعلانات لملابس داخلية بالشكل ده. فهي اصلا كانت بتحرض على ليها صفحة زي ما انتوا كلكم شايفين وعارفين، والشعب المصري كله شايف وعارف. هي تيك توكر او بلوجر على تيك توك، بتعمل حاجات خدشة للحياء، حاجات يعني سيئة جدا. لذلك اتقبض عليها ومباحث الاداب قبضت عليها، وبتقولك اتحكم عليها سنة، وبعد كده دفعت غرامة مع غرامة 100,000 جنيه. ومن لبسها العريان والحاجات التصرفات اللي بتتصرفها على السوشيال ميديا. فده كان من ابرز المواضيع اللي النهارده كانت شغله الرأي العام. زي ما قلت لكم هدير عبد الرازق مش موضوعي خالص. احنا عندنا نماذج كتيره يحتذى بها تستاهل ان الصحافه والاعلام بتاعنا يركز عليها. مين هدير عبد الرازق؟ قدمت ايه المحتوى الهادف اللي قدمته؟ هدير عبد الرازق دي داعيه اسلاميه. انا شفناها في مشيخه الازهر، شفناها بتدي دروس في سيده زينب مثلا ولا السيده نفيسه. انا مش فاهمه يعني
مين هدير عبد الرازق دي؟ واحده بنشوفها قلعه ملط. هي دي بقى الاعلام والسوشيال ميديا قلب عليها الدنيا النهارده، ولا ليها 60 لازمه. المفروض احنا ما نسلطش الضوء على الناس دي خالص، ولا يبقى ليها وجود في حياتنا. والمفروض التيك توك ياخد خطوه جريئه حوالين الناس دي، والمحتوى اللي مش مظبوط، اللي الناس ما بتراعيش فيه الاصول والدين والقواعد وقوانين البلد، اللي ما بيحترمش فيها، او المحتوى اللي بتقدم فيها مش محترم او خادش للحياء، او يعني كانت ايه المحتوى بتاعها بيعمل الاثاره وبيحرض على الدعاره. يعني احنا ناقصين البنات دلوقتي والستات بتطلع تترقص على التيك توك عشان خاطر الفلوس. يعني احنا مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين. كل ما تدوري على نموذج تقول لك اصل دي كانت بلوجر. وبرضو النهارده سمعتي وحيد العدل ده، ولا مش عارفه اسمه ايه العدل، كان بيدور على حفيده ام كلثوم عشان تمثل معاه، ولما عرف انها اتحجبت بيقول شوف الفن وصل لفين، وحفيده ام كلثوم عامله ازاي، وحفيدتها عامله ازاي. عامله ازاي يا جماعه؟ هي جريمه، هي جريمه ان البنت اتحجبت ومش عايزه تمثل. زي برضو في بلوجر تانية كانت طالعه محترمه ومحجبه وكانت دنيا تانية، واول ما الفلوس جريت في ايديها ولعبت في ايديها راحت قلع الحجاب وبتقول الطرحه بتخنقني. طرحه بتخنقك ايه؟ بتقولك لازم الواحد يطلع كده على التيك توك حلو وحاطط روج وحاطط مش عارفه ايه. هي دي مصر؟ هي دي الصوره اللي انتوا بتنقلوها؟ العدل ده مش عارفه اسمه وحيد العدل ولا اسمه ايه، مش عاجبه حفيده ام كلثوم انها اتحجبت. وواحده تانية بلوجر طالعه بالطرحه وكانت المفروض انها محترمه، تقولك اصل الطرحه بتخنقني. يا جماعه نبتعد كل البعد. الحجاب ده ايه بقى؟ بصمه عار دلوقتي. المحجبين دول ايه؟ ما انا كل يوم بطلع بالخمار، رغم ان انا بلف الطرحه. انا معظم فيديوهاتي وثلاث ارباع فيديوهاتي بل كلها بالخمار، ان كان اسود ولا بني ولا ابيض في اسود. الحجاب ده ستر ليكي قبل ما يكون لغيرك. انت بتستري نفسك، انت بتحمي نفسك. جسم المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين. واللي لابسه نقاب وبتطلع على السوشيال ميديا برضو هي كل واحد بيحترم نفسه. انت بتقدري نفسك. انت البنت دي جوهره. ايه هي الجوهره بتتحط فين؟ بتتحط كده في خزنه ويتقفل عليها. لكن اللي مش محترمين زي هدير عبد الرازق بيتحطوا في الزباله ويتردم عليهم. احنا هنا البنت المحجبه حجابها بيسترها، وقلت البنت المحجبه عامله زي الجوهره بتتحط في الخزنه ويتقفل عليها. تعالوا المثال اللي الناحيه الثانيه هدير عبد الرازق وما شابه ذلك وشاكلتها من كل البنات اللي زيها اللي قالعين وماشيين ملط على السوشيال ميديا في الوقت الحالي. وهو ده الفن، وهو ده الفن الراقي. دول بياخدوا بس كده يعني غلوه، وبعد كده بيتحطوا في الزباله ويتنسوا ويتردم عليهم ويطلع جديد. مش ده الفن يا جماعه. الفن بتاعنا والسينما المصريه وكل مواقع التواصل الاجتماعي المفروض تدعي للأدب، للاحترام، لاحترام الذات، لاحترام المصريين. أنا بنقل صورة المصريين، أنا كان بحجابي أو من غير حجاب، أنا بنقل صورة الشعب المصري. الشعب المصري يا جماعة. أنا ما عنديش كلام تاني أقوله لغادة عبد الرازق ولا غيرها. غادة اسمها هدير عبد الرازق ولا غيرها يهز شعره في الناس في احترام الواحده لذاتها. فاحنا كلنا رب بنتك وعلمي بنتك ان هي جسمها ده جوهره. مش هطلع اعري من هنا واعري من هنا ودرعتي وصدري ورقبتي وفخادي لحد فوق. حاجه قله ادب ومسخره. هو ده اللي احنا وصلنا له. هو ده عشان خاطر الفلوس ينعل ابو الفلوس. فلوس ايه وزفت ايه اللي احنا عايزينها اللي توصل وفي الاخر اخرتها حبس واخرتها نيله ومرمطه. طب وعلى ايه؟ تغور الفلوس قصاد كرامتي. كانت ابويا الله يرحمه زمان كان يقول لنا حط الجنيه فوق دماغك تحت رجلك يعليك. حط الجنيه فوق دماغك يوطيك.
حط الجنيه تحت رجلك يعليك. اخر حاجه الفلوس يا جماعه، كرامه البنت وكرامه المصريين فوق كل اعتبار. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه. يا احلى حبايب واحلى متابعين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.